كان يا مكان في قلب القاهرة زمان، وبالتحديد في شارع المعز، شارع مليان آثار وحكايات. ومن بين كل الحكايات دي في حكاية مرتبطة بمثل شعبي كلنا بنقوله لحد النهاردة: اللي اختشوا ماتوا. تفتكروا ايه أصل المقولة دي وازاي اتقالت؟ هنجاوب على ده دلوقتي، بس قبل ما نبدأ لو لسه ما اشتركتش في القناة انزل اشترك وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد من جولاتنا وحكاياتنا. ويلا بينا نبدأ الحدوتة. في يوم من الأيام السلطان الأشرف إينال في العصر المملوكي قرر يبني حمام كبير سنة 861 هجرية، يعني من حوالي 550 سنة. لكن يا ترى الحمام زمان كان مجرد مكان للاغتسال؟ لا طبعا، الحمام زمان كان زي مركز اجتماعي وثقافي. الناس تروح فيه مش بس عشان النظافة، لكن كمان عشان الاسترخاء والتدليك بالزيوت وسماع آخر الأخبار. طب الحمام كان متقسم ازاي؟ أول ما تدخل تلاقي المدخل منحني مخصوص للخصوصية، بعدها قاعة باردة وهناك تخلع هدومك وتسيب متعلقاتك، وبعدين قاعة دافية زي صالة استراحة صغيرة تشرب فيها مشروب وتستعد للدخول، وأخيرا القاعة الساخنة قلب الحمام، المكان اللي بيحصل فيه الاستحمام والتدليك وتنظيف الجسم. طيب والسر بقى، المية كانت بتسخن ازاي من غير غلايات ولا كهرباء؟ كان في بئر وساقية ترفع المية تتسخن بالنار اللي ورا الحمام وتتنقل في أنابيب فخارية توصل لكل القاعات. وكمان القباب فوق فيها فتحات بزجاج ملون يدخل منها نور الشمس وينور الحمام بشكل جمالي مريح. نيجي بقى للسؤال الأهم: ايه اللي حصل وخلى المقولة دي تتقال؟ القصة بدأت بحريق كبير اندلع جوه الحمام والستات كانوا بيستحموا. اللي فكر في حياته خرج يجري بسرعة، لكن اللي اختشوا يخرجوا عريانين قالوا لأ وفضلوا جوه، والنار مسكت في المكان وماتوا. ومن هنا اتقال المثل الشعبي اللي بقى جزء من ثقافتنا: اللي اختشوا ماتوا. شايفين ازاي جملة بنقولها في حياتنا اليومية وراها حكاية مأساوية من قلب شارع المعز؟ لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتسيب لنا تعليق تقول فيه هل كنت تعرف أصل مقولة اللي اختشوا ماتوا قبل كده، ولا دي أول مرة تسمع القصة؟ واستنونا في حكايات وجولات تانية كتير من قلب تاريخ مصر في حتة من مصر.